السلام عليكم، انا محمود باشا وهنا داتا ساينس بالمصري. ايه هو الكلاسيفيكيشن؟ الكلاسيفيكيشن ان انت بتعمل كاتيجورايزيشن لاي حاجه ضمن طبعا كاتيجوريز، تبقى جاي حاطط الحاجه جوه الكاتيجوريز بتاعتها. يعني انت مثلا بتعمل كلاسيفيكيشن لصور، وعندك اتنين كاتيجوريز عايز تكاتيجورايز الصور دي فيها، يا اما الصوره دي يبقى فيها قطه، يا اما الصوره دي يبقى فيها كلب. احنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا كده اتنين كلاسز. ده اسمه باينري كلاسيفيكيشن، جاي من كلمه باينري طبعا، اللي هي باينري اللي هي 1 و 0. النوع التاني من الكلاسيفيكيشن لو احنا ما عندناش قطة وكلب بس، لو احنا عندنا قطة وكلب وفار وارنب وعندنا حيوانات كتير، عندنا كلاسز كتير، عندنا كاتيجوريز كتير، ده بيبقى اسمه مالتي كلاس كلاسيفيكيشن. في ماشين ليرنينج موديلز تقدر تشتغل على البروبلم دي زي ما هي دلوقتي على طول على الكلاسز كلها. في ماشين ليرنينج موديل بتشتغل على الباينري كلاسز بس. فاحنا الماشين ليرنينج موديلز اللي بتشتغل على الباينري كلاسز دي احنا بنعمل ري موديلنج للموضوع، بنعمل ري موديلنج للمشكله عشان خاطر ندي المالتي كلاس كلاسيفيكيشن للموديلز اللي بتشتغل على الباينري كلاسيفيكيشن بس. يعني مش السبب الوحيد ان الموديل يكون بس ما بيعرفش يشتغل على مالتي كلاس كلاسيفيكيشن، ممكن تكون الموديل عايز داتا سيت اقل. ففي نفس الوقت برضو ان احنا نقدر نيوتلايز حته ان احنا نموديل المالتي كلاس كلاسيفيكيشن، هنعمل له موديلنج نخليه باينري كلاسيفيكيشن. دي بنعملها ازاي؟ دي بنعملها عندنا طريقتين، في طريقه اسمها 1 فيرسز 1 وفي طريقه اسمها 1 فيرسز ريست. خلينا نتكلم في الاول في ال1 فيرسز ريست. ايه هي ال1 فيرسز ريست؟ احنا دلوقتي المشكله اللي احنا بنتكلم عليها ان احنا عندنا الامنس داتا سيت. الامنس داتا سيت فيها صور لهاند ريتن ديجيتس. الهاند ريتن ديجيتس او الصور، كل صوره بيبقى فيها رقم واحد بس، الرقم ده بيبقى من 0 لحد 9. فاحنا المشكله اللي احنا شغالين عليها عايزين نعمل كلاسيفيكيشن للارقام دي، للصور دي جاي لنا بالك كبير من الصور، وعايزين نترين الموديل ان هو ياخد البلك الكبير ده ويعمل كاتيجورايزيشن للصور المختلفه على حسب هي في انهي كلاس. الصور اللي مكتوب فيها زيرو يروح جاي حاططها في كلاس زيرو، الصور اللي مكتوب فيها 1 يروح جاي حاططها في كلاس 1. ده كده الموديل بيعمل تكست ريكوجنيشن، بيعمل تكست ريكوجنيشن، انت بتوري له صوره الهاند ريتن ديجيت وهو بيقول لك ده في كلاس كام. فاحنا نشتغل ازاي، نموديل ازاي المالتي كلاس كلاسيفيكيشن بروبلم دي لل1 فيرسز ريست. هو ايه ال1 فيرسز ريست؟ الاول ال1 فيرسز ريست ان انت بتعمل ترين للماشين ليرنينج موديل، ان هو بتعمل في الحقيقه بتعمل 10 ماشين ليرنينج موديلز. اول ماشين ليرنينج موديل بيكلاسيفاي، بتبقى الدنيا بالنسبه له ايه، بتبقى المشكله بالنسبه له ايه، بيبقى الموضوع بالنسبه له ان هو ده الموديل بتاع الزيرو، هنسميه الموديل بتاع الزيرو. الموديل ده بيشوف الصوره، بيقول لك يا اما بيقول لك الصوره دي زيرو او بيقول لك الصوره دي مش زيرو. فده اللي هو 1 فيرسز ريست. بعد كده تروح جاي عامل ماشين ليرنينج موديل تاني يشوف الصوره دي، يقول لك يا اما الصوره دي فيها واحد يا اما الصوره دي ما فيهاش واحد. فانت كده قدرت تحول المالتي كلاس كلاسيفيكيشن لباينري كلاسيفيكيشن. لما يجي لك صوره جديده هتروح جاي مديها لكل المودلز دي، ولما تعدي على كل المودلز اللي انت هيبقى عندك في ال1 فيرسز ريست في الامنس داتا سيت هيبقى عندك 10 مودلز، هتروح جاي مدي الصوره لل10 مودلز، واكتر موديل كونفيدنت فيهم انت طبعا كل موديل فيهم هيقول لك الصوره دي زيرو او مش زيرو، واللي بعده هيقول لك الصوره دي 1 او مش 1، واللي بعده الصوره دي 2 او مش 2. فانت هتاخد الفوتنج على حسب ال10 موديلز، ولو عندك كونفليكت هتاخد على حسب الكونفيدنس بتاع الموديل، على حسب الديسيجن فانكشن او البروبابيلتي اللي مطلعها الموديل عاليه قد ايه. يعني خلينا ناخد مثلا فور اكزامبل، احنا ادينا صوره فيها رقم واحد لل1 فيرسز ريست موديل. حلو، حلو. او اديناها الماشين ليرنينج موديل، احنا جبنا الصوره اللي فيها 1 اديناها لماشين ليرنينج موديل، والماشين ليرنينج موديل ده هيستخدم ال1 فيرسز ريست ابروتش. الصوره دي فيها رقم واحد، فالصوره هتروح جايه داخله على اول موديل اللي هو الموديل بتاع الزيرو،
الموديل بتاع الزيرو هيقول لنا لا يا جماعه الصوره دي ما فيهاش زيرو، تروح جاي داخله على الموديل بتاع الواحد هيقول لنا يا جماعه الصوره دي فيها واحد، تروح جاي داخله على الموديل بتاع الاثنين هيقول لنا يا جماعه الصوره دي ما فيهاش اثنين، تروح جاي داخله على الموديل بتاع الثلاثه، الموديل بتاع الثلاثه هيقول لنا يا جماعه الصوره دي ما فيهاش ثلاثه، وكده لحد لما نوصل للتسعه. كده الواحد هيجيت كلاسيفايد على طول صح. طب افرض احنا مثلا في رقم ايه بيتكتب زي ايه، رقم مثلا 8 ورقم 9، ممكن الناس وهي بتكتبه ما يكونش باين، تروح جايه بدل ما يكتب 9 ويسيب فاضيه تحت ايده كده بتسرح، فبيروح جاي كاتب كانها شبه 8. فانت الصوره اللي هي فيها رقم 9 بس هي شبه رقم 8، كل المودلز هتقول لك لا دي مش تبعي، موديل الزيرو هيقول لك مش تبعي ده مش زيرو، موديل 1 هيقول لك ده مش تبعي ده مش رقم، مش موديل، مش رقم واحد. الموديل بتاع 8 وموديل بتاع 9 هما الاثنين مثلا جم قالوا لنا، موديل 8 قال اه يا جماعه الصوره دي فيها رقم 8، وموديل 9 هو كمان قال اه يا جماعه الصوره دي فيها رقم 9. هنعمل بقى هنفصل بالاثنين موديلز ازاي؟ هنفصل بالاثنين موديلز هنشوف انهي واحد فيهم كونفيدنت اكتر، انهي واحد الديسيجن فانكشن بتاعته مطلعه فاليو اعلى، انهي واحد مطلع الديسيجن ببروبابيلتي اعلى، وهنعمل كلاسيفيكيشن على حسب اللي مطلع رقم اعلى. نروح بقى على ال1 فيرسز 1. ال1 فيرسز 1 بتعمل ترين عندنا في الامنس داتا سيت، هتعمل ترين ل 45 موديل، بتعمل 45 موديل، كل موديل فيهم بتعمل له تريننج لكلاس قدام كلاس بس، يعني في موديل كلاس 0 قدام كلاس 1 بيتعلم امتى يقول دي، بيتعلم الفرق بين كلاس 0 وكلاس 1، يعرف بس يطلع لك يقول لك على فكره الصوره دي فيها رقم 0، او على فكره الصوره دي فيها رقم 1. وهتعمل موديل تاني يفرق ما بين الزيرو والتو، وهتعمل موديل تالت يفرق بين الزيرو والثري، وكده هتقعد تمشي وتعمل موديل يفرق بين ال2 وال4، وتعمل موديل يفرق بين ال2 وال5. لما تيجي تجمعهم في الاخر هيبقى عندك 45 موديل. الخمسه لما يجي لك صوره جديده عايز تعرف الصوره دي فيها رقم ايه، بتروح جاي مديها لل 45 موديل، وتعمل برضو زي دولز كده زي اللي احنا عملناها في ال1 فيرسز ريست، اللي هو هتشوف انهي موديل فيهم، انهي حاجه فيهم هتكسب اكتر، لان انت عندك بير الرقم الواحد، يعني انت رقم زيرو ليه كام موديل؟ ليه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، رقم زيرو ليه 9 موديلز. فانت لما تيجي تدخل صورة جديدة هتعدي على 45 موديل كلها، فالتسعة موديلز بتوع الزيرو دول هيقولوا لك يا اما دي رقم زيرو يا اما هيقولوا لك دي مش رقم زيرو. فانت هتعد هتشوف في كام موديل اتفق ان الصوره دي رقم زيرو، تروح جاي عامل كلاسيفيكيشن ساعتها، يا اما الصوره دي زيرو يا اما الصوره دي 1 يا اما الصوره دي ب 2 يا اما الصوره دي ب 3. ولو واجهت برضو اختلاف ان عدد الدولز اللي كسبها موديل هي نفس عدد الدولز اللي كسبها موديل تاني، اتنين موديلز كسبوا نفس العدد، يعني ده مثلا كسب في 10 دولز مثلا، وموديل تاني كسب في 12 كسب في 10 برضه، فانت هتشوف مين الكونفيدنت اكتر في الديسيجن بتاعه وهتقول هو ده الديسيجن. خلينا بقى نروح على الكود نشوف الكلام ده بيتعمل ازاي. احنا اول حاجه زي ما احنا قلنا هنشتغل على الام نس داتا سيت. الام نس داتا سيت فيها ارقام من الزيرو لحد التسعه. اول حاجه بنعمل امبورت للام نس داتا سيت، بعد كده بنقسم الام نس داتا سيت لتريننج وتستنج. احنا كده كده ما بنستخدمش التستنج هنا، بس لازم دايما طبعا تعمل تستنج سيت عشان خاطر تبقى البرفورمانس بتاعك لما تيجي تميجر performance لما تخلص تكون الدنيا عندك مظبوطه. فخلينا نروح دلوقتي كده على الباينري كلاسيفيكيشن، اول نوع من انواع الكلاسيفيكيشن اللي احنا اتكلمنا عليه. احنا هنا بنعمل فيكتور جديد، يعني احنا هنا خلينا نعمل برنت او بنعمل اري جديد. اري جديد ده في الكلاسز احنا قلنا احنا هنخليها باينري كلاسيفيكيشن، ترو يعني فيها رقم 5، فولس يعني مش رقم 5. فاحنا عملنا هنا ليبلز اري جديد، والليبلز الاري الجديد ده بنستخدمه في ان احنا نعمل ترين للستوكاستيك جريدينت ديسنت موديل. بعد كده بنعمل بريدكت وبيروح جاي طلع لنا الليبلز ترو اللي هي بتريبريزنت ان الصوره دي فعلا فيها رقم 5، فولس ان الصوره دي ما فيهاش رقم 5. نروح بقى على ال1 فيرسز 1 كلاسيفاير. اول حاجه طبعا السبورت اللي احنا بنعمله موديل اللي احنا بنعمل له امبورت هنا هو السبورت فيكتور ماشين. السبورت فيكتور ماشين
من المودلز اللي ما بتقدرش تشتغل على مالتي كلاس كلاسيفيكيشن. يعني انت مثلا عندك الراندوم فورست تقدر تديله مالتي كلاس كلاسيفيكيشن هيشتغل على طول. السبورت فيكتور ماشين هتديله مالتي كلاس كلاسيفيكيشن مش هيقول لك عني، مش هيقول لك لا، بس هو انترنال هيموديل المشكله ك1 فيرسز 1. حلو. فاحنا هنا انت ممكن انت على طول من بره تفورس ان هو يستخدم 1 فيرسز 1. فده اللي احنا بنعمله هنا، احنا بنعمل امبورت لل1 فيرسز 1 الفانكشن اللي موجوده في اسكيولرن، وبنديها الماشين ليرنينج موديل اللي هو سبورت فيكتور ماشين، وبعد كده بنعمل فيت. انت لو جيت هنا يا باشا تحت شفت مثلا احنا قلنا ال1 فيرسز 1 ده هيعمل لنا 45 كلاسيفاير. فاحنا ممكن نشوف المعلومه دي ازاي. ممكن تروح جاي كاتب كده، نروح جايبين استيميترز، يبقى غلط، استيميترز. هتلاقي في عندنا هنا طالع 45 موديل، 45 كلاسيفاير. وزي ما حكينا ازاي صوره جديده بتجيت ايفالويتد. يعني احنا لو جينا هنا شفنا اللين بتاعها هتلاقي عندنا 45. 45 ليه؟ 45 عشان خاطر انت احسبها كده، الزيرو هيتحسب مع 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ده كده خلصنا الزيرو. بعد كده الواحد مش هيتحسب مع الزيرو تاني، احنا حسبناه. الواحد هيتحسب مع الاثنين 3 4 5 6 7 8 9. لما تجمعهم في الاخر هتوصل ل 45 موديل. لما تيجي هنا بعد كده هنتكلم على ازاي نعمل ال1 فيرسز ريست. ال1 فيرسز ريست بتعمل برضو امبورت للفانكشن موجوده عشان انت عايز تنفورس ال1 فيرسز ريست. بدل ما هو السبورت فيكتور ماشين انترنال بيستخدم ال1 فيرسز 1، احنا هننفورس ال1 فيرسز ريست. بتروح جاي عامل ديفينيشن لل1 فيرسز ريست، وتروح جاي مديلها السبورت فيكتور ماشين عشان عايزين نستخدم السبورت فيكتور ماشين. جايين عاملين فيت، جايين عاملين ترين لل1 فيرسز ريست. احنا هنا كده بس بنستخدم عدد اقل من الداتا عشان بس التريننج يكون اسرع مش اكتر يعني. لو جينا هنا بصينا ال1 فيرسز ريست كلاسيفاير عنده كام استيميتر، بيطلع كام موديل، هتلاقيهم 10 موديل. فهمنا ايه الكلاسيفيكيشن، فهمنا ايه الفرق بين الباينري كلاسيفيكيشن والمالتي كلاس كلاسيفيكيشن، فهمنا ايه التو ديفرنت ابروتشز بتوع المالتي كلاس كلاسيفيكيشن، ان انت تموديل المشكله تخليها باينري كلاسيفيكيشن. انا محمود باشا، وهنا داتا ساينس بالمصري.